السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عملت النهاردة بقى طريقة الكبدة الاسكندراني، بجد حلوة قوي وفي منتهى الجمال. ويلا بينا نخش على الطريقة عشان خاطر ما طولش عليكم. اول حاجة جبت هنا ربع كيلو من الكبدة. يا جماعة الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة ما بتتغسلش. لو الكبدة غسلتيها اتأكدي ان كده هتتزفر منك وهتعمل معاكي بكتيريا، فهتبقى ضارة، مش هتبقى كويسة يعني. فالكبدة ما بتتغسلش، كبدة الفراخ بس هي اللي بتتغسل وبتتنقع كمان. جبت هنا طاسة كده على النار. انا معايا ربع كيلو كبدة، معلقة كبيرة من الثوم، ملح وكمون، و3 قرون فلفل حامي اللي هو الفلفل السبايسي. حطيت هنا 3 معالق كده من الزيت، ونزلت بيه نص كمية الثوم اللي معايا، يعني نزلت بنص معلقة من الثوم وشوحتها كده لحد ما ريحتها طلعت. وهبتدي انزل الربع كيلو من الكبدة معايا على الثوم والزيت. شايفين كده ما نزلتش اي دم معايا اهيت، ما نزلتش اي حاجة منها الكبدة في الزيت لان هي اتصدمت من الزيت. هبتدي كده اشوح في الكبدة واسيبها تتشوح براحتها خالص لحد ما تبتدي تاخد معايا اللون البني. في ناس بتغسل الكبدة ديت بس طبعا بتبقى مش حلوة، عشان كده انا مصممة ان الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة الاسكندراني ما بتتغسلش. هشوح كده الكبدة معاكم زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد اللون البني دوت. وبعد كده هنزل بباقي المقادير، بنص المعلقة الثوم التانية والملح والكمون زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. هبتدي انزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وكمون بس، ما بتحطلهاش فلفل اسمر. الكبده بتحط لها ملح كمون كزبره، تمام. ملح كمون كزبره والثوم، الكبده بتحب الثوم والفلفل. هبتدي كده بقى اقلب فيها واشوحها كويس جدا لحد ما تستوي معايا. هنا بقى انا وطيت النار، هتستوي معايا براحتها. وبعد كده نحط الفلفل، 3 قرون فلفل حامي سبايسي. الربع كيلو كبدة بيبقى عليه حوالي 3-4 قرون فلفل. النص كيلو كبدة بيحطوا عليه ربع كيلو فلفل. طبعا انتوا ممكن تستغربوا بس هي دي يعني طريقة المحلات، يقول لك النص كيلو كبدة بنحط عليه ربع كيلو فلفل. هبتدي كده اشوح كده الكبدة بالفلفل بقى كده واسيبها تستوي خالص. وبعد كده اطفي عليها ونقدموها مع بعض. بصراحة احلى شوية كبدة هتاكليهم بالطريقة دي، ما فيهاش بهارات كتير، تحسي بطعم الاكل فيها وانتي بتاكليه، بتحسي بطعم الكبدة وطعمها بجد حلو جدا وريحتها بتبقى حلوة قوي. اللي بيعملها بنفس الطريقة دي يا ريت يكتب لي في الكومنتات. ولو وصلتوا معايا لحد هنا متنسونيش باللايك وبالاشتراك في القناة والكومنت الحلو اللي بيشجعني. وهنا الكبده بتاعتي كانت خلصت وقدمتها معاكم. حابين بقى تعملوا جنبها شويه مكرونه، تعملوا جنبها شويه رز بالعدس الاصفر اللي هو الكشري الاسكندراني. تاكل اصلا بالعيش كده من غير اي حاجه بعصره الليمون، حاجه كده روعه وفي منتهى الجمال. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.